ودي برضه اعتقد هتكون مفاجاه للساده المشاهدين. ارقام كهربا مع الاهلي وارقام كهربا مع الزمالك. ناس كتير بيقول لك كهربا ما راح الاهلي مش لاقي نفسه، او مش هو ده كهربا بتاع الزمالك، او ما حققش ارقام. لا، حلوه دي. الاحصائيه المفاجاه ان ارقام كهربا مع النادي الاهلي افضل من ارقامه مع الزمالك. تخيل بقى، يعني كهربا لعب مع النادي الاهلي 2798 دقيقه، لعب مع الزمالك 6302 دقيقه. يعني المفروض الفرق حتى يبقى المفروض الضعف، يعني اكتر من الضعف دقائق مع الزمالك. كهربا مع الاهلي سجل 18 هدف وعمل 10 اسيست او صنع 10 اهداف. اجمالي المساهمه في اهداف 28 هدف مع النادي الاهلي. مع الزمالك سجل 27 هدف وصنع 24. اجمالي المساهمه في اهداف 51 هدف. طيب نقسم عدد الاهداف دول على الدقائق اللي لعبهم مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي كل 100 دقيقه بيساهم في هدف، يعني تقريبا كل المباراه 90 دقيقه، كل 100 دقيقه مع النادي الاهلي ساهم كهربا في هدف. مع الزمالك كان بيساهم في هدف كل 123 دقيقه. فبالتالي كهربا اكثر ايجابيه مع النادي الاهلي عنه لما كان في الزمالك، وده طبعا رقم مهم جدا. واعتقد يمكن ظهر حتى في المباراه الاخيره امام سموحه، 60 دقيقه سجل هدف وصنع هدفين. حتى يمكن لو دخلنا الرقم ده مع ارقام